النهاردة هنعمل الكنافة اللي بالنوتيلا اللي على شكل الكب كيك. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. هنعملها بطريقة سهلة خالص ومش بتاخد وقت. يلا بينا نبتدي. أول حاجة هجيب نص كيلو من الكنافة وهقطعها كويس. انا قبل ما بقطعها كويس بحطها في الفريزر تتجمد وبعدين بطلعها كده واقعدها 5 دقايق وبعدين ابتدي اقطع فيها بايدي او اقطع فيها بالمقص. شوفوا ايه الاسهل بالنسبه لكم. ما بتاخدش حوالي 5 دقايق بالظبط وبتكون متقطعه ومتفرفته. وبعدين بقوم حاطه كوبايه الا ربع من السكر البودر عليها وبقلبه كويس جدا عشان خاطر السكر يختلط بيه. النص كيلو كنافه انا بحط معاه كوبايه الا ربع من السكر. وبعدين بجيب كوباية سمنة. يبقى كيلو كنافة محتاج كوباية الا ربع سكر بودر وكوباية سمنة. وبفضل اقلبهم كويس جدا 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 لحد ما عايزة كل فتفوتة كنافة تكون مختلطة بالسكر وبالسمنة. انا كمان هكتب لكم المقادير دي تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش كمان تعملوا فولو الاكاونت بتاع الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. بس وهنا بقى انا كنت فركتها كويس جدا بايدي وكده كل السمنة اختلطت بالكنافة بتاعتي. وهبتدي بقى ان انا اجهز الصينية بتاعتي. انا جبت صينية الكب كيك وبدأت بقى ان انا ادهنها بمادة دهنية. انا دهنتها بزيت، ممكن تدهنوها بسمنة مفيش اي مشكلة. وفي الوقت ده عايزاكم تكونوا مسخنين الفرن على درجة حرارة 220 بس. وبعد بقى ما دهنتها كويس قمت جبت بقى كده الكنافة وحطيتها في القالب بتاعي. بصوا طريقتها سهلة جدا وما اخدتش مني وقت خالص. وكمان حلوة قوي لو عندكم اطفال هيحبوها جدا. وكمان برضو حلوة جدا في العزومات. هي الصراحة كمان كان طعمها خفيف بطريقة فظيعة. وبدأت بقى اشكل الصينية بتاعتي كده. وكمان عايزة اقول لكم ان النص كيلو كنافة عمل معايا كمية كبيرة جدا. واهم حاجه ان انا بحط الكنافه في القالب بتاعي لازم اضغط كويس جدا عشان خاطر الكنافه اما تطلع من الفرن ما تفرفتش مني، تبقى مضغوطه كويس جدا. بس قمت دخلتها بقى الفرن بتاعي كان سخن، دخلتها في اخر رف واخدت حوالي تقريبا زي 10 دقايق بالكتير. كل واحد طبعا حسب الفرن بتاعه. بس الكنافه من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في الفرن، يعني دايما عينكوا عليها عشان خاطر ما تتحرقش منكم. واول ما طلعت من الفرن قمت بقى سقيتها بالشربات. لازم الكنافه تبقى سخنه والشربات يبقى بارد، ما ينفعش الاتنين يبقوا سخنين. هحط لكم كمان اللينك بتاع فيديو كنافه الكاستر انا كنت عامله فيه طريقه الشربات. بس وهنا بقى قمت ابتديت ان انا ازينها بالنوتيلا بقى بتاعتي. بجد كان طعمها تحفة وكانت خفيفة جدا جدا جدا. تحسوا ان انتوا يعني بتبقوا عايزين تاكلوا اكتر من واحدة. وشكلها كمان بيطلع في الاخر جميل جدا. بس انا كده عملت كل الكمية كده بتاعتي بالنوتيلا. وبعدين بقى قمت زينتها بالمكسرات. تقدروا بقى تحطوا نوع المكسرات اللي انتوا بتحبوه. انا هنا حطيت فيها عين جمل. ممكن كمان تحطوا بقى لوز، ممكن تحطوا فستق، ممكن تحطوا كاجو زي ما انتوا بتحبوا. وحطيت كمان عليها سوداني. كانت فظيعة. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتس. وما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو ده لكل اصحابكم.
ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، وكمان عايزاكوا تفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. بصوا شكلها بقى جميل ازاي، شكلها كده كيوت جدا يعني، وشكلها فظيعة وطعمها أفظع. وبالهنا والشفا، باي باي.